سمعتوا عن أشهر عربية كبدة وسجق في مصر؟ عادل إمام طلع عليها اسم زيزو نتانا، ومن وقتها اتحولت لأسطورة الأكل الشعبي في مصر. يا ترى إيه سر حب المصريين وخصوصا المشاهير ليها؟ هو ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. لو ليك في السجق والكبدة يبقى لازم تعرف حكاية أشهر عربية كبدة في مصر، واللي عادل إمام نفسه كان بيحب ياكل منها. وطبعا معروف إنه في مصر حكاية الأكل ما بتنتهيش، وده لأن المصريين حرفيا هم ملوك الأكل في العالم. تعالوا بقى معانا لحي مصر القديمة. العربية دي ما كانتش زي أكل أي عربية، دي بقت أشهر عربية كبدة وسجق في مصر كلها. عربية زيزو اللي المصريين والعرب نفسهم بقوا يعرفوها وييجوا من كل دول العالم علشان يجربوها. القصة بدأت من زمان وتحديدا سنة 1962. اللي حصل إنه وقتها كان في راجل اسمه عبد العزيز مصطفى حمزة، اللي الناس كلها عرفته بعد كده باسم زيزو. قرر يبدأ شغل بسيط، عربية كبدة وسجق صغيرة في حي الجمالية. ما كانش معاه وقتها فلوس كتير، بس كان معاه حاجة أهم من الفلوس، كان معاه صبر وإصرار إنه يسيب بصمة في مجاله. زيزو كان بيقف بنفسه ويفتح العربية ويولع الفحم ويحط الكبدة على الصاجة، وقادر في دقايق بس يعمل لك سندوتش ما يتنسيش. الناس حبت طعم أكله وحبت شخصيته، راجل بسيط وروحه حلوة وبيحب يصاحب الزباين ويعاملهم زي أهله. واحدة واحدة العربية كبرت واتشهرت في وسط الناس، ومفيش شوية إلا والنجوم نفسهم بقوا يجوا ياكلوا من عنده. الزعيم عادل إمام كان واحد من أشهر زباينه، ومعاه فنانين كتار منهم مدحت صالح، محمد فؤاد، وهاني شاكر، يحيى الفخراني، ورانيا فريد شوقي، وحازم إمام. أسماء تقيلة جدا. تخيل بقى إنك ممكن تلاقي فنان كبير واقف على الرصيف بيستنى ساندوتش زيك بالظبط من عند زيزو. وده اللي خلى المكان مش مجرد عربية أكل، بقى حرفيا علم من معالم مصر القديمة. والمفاجأة بقى إن لقب زيزو نتانا ما كانش اختراع من دماغه، لا ده كان هزار من عادل إمام في فيلم التجربة الدنماركية، وقال الاسم ده في مشهد بقى الأشهر. وبمجرد ما الاسم اتقال المصريين ربطوه فورا بزيزو اللي بيعمل أحلى سندوتش سجق وكبدة في الجمالية، ومن هنا الاسم عاش وبقى علامة بين المصريين. وزيزو نفسه كان بيقول لو أي حد غير عادل إمام قالها كنت رفعت عليه قضية، لكن الزعيم حبيبي. زيزو ما كانش مجرد صاحب عربية، لا ده كان معلم بمعنى الكلمة. ابنه أحمد حكى بعد رحيله وقال في تصريحات لموقع أخبار اليوم: أبويا هو اللي أسس المهنة دي بالشكل اللي نعرفه، وإن مطعم أصحاب محلات السندوتشات اللي بنشوفها دلوقتي اتعلموا على إيده. يعني هو مش بس ساب علامة وسط الناس، ده كمان علم جيل كامل إزاي ينجح. وعلى قد ما الطلب كان كبير والنجاح ضخم حرفيا، لكن زيزو فضل متمسك بحيه وبمنطقته، وما عملش فروع ولا جاب محلات في مولات. بالعكس كان بيقول ان المكان ده هو روحه، وانه عايز الناس تفضل تيجي هنا مخصوص، وده جزء من سر نجاحه. وحتى بعد رحيل زيزو ولاده كملوا المسيرة، واهلهم وقفوا معاهم، وكل الناس بتروح للعربية دي عشان تاكل احلى ساندوتش كبدة وسجق. ولسه الأكل بنفس الروح وطعم زمان، وكل مستني إنهم في يوم من الأيام يبقى ليهم فروع في كل حتة. ولنا سمعت عن عربية زيزو قبل كده؟